السلام عليكم. هذه اسبوع تقريبا تواصل معايا واحد الشاب مغربي تعيش في المغرب، بغى يوجه واحد النداء لمغاربه سويسرا على امل انه يلقى شي وحده ولا شي واحد اللي يمد ليه يد المساعده في واحد القضيه تتهم الابن ديالو اللي تعيش هنا في سويسرا. القضيه فيها اسئله قانونيه، فيها معاناه، فغادي نخليكم مع الفيديو ديال هذا الشاب هذا باش تتعرفوا اكثر على القصه ديالو وعلى المعاناه اللي تعيشها بسبب البعد عن الابن ديالو. شوفوا معايا هذا الفيديو. سلام الله عليكم جميعا. سؤالي هذا موجه إلى الجالية المغربية المقيمة بسويسرا. ماذا يعني لجوء الزوجة إلى المحكمة وتقديم طلب حصولها على l'autorité parentale exclusive أو السلطة الأبوية الحصرية؟ للإشارة فقط، يعني في القانون السويسري هنالك مبدأ البقاء على السلطة الأبوية المشتركة ولو بعد الطلاق، يعني كتبقى السلطة الأبوية بين الزوجين أو الطليقين يعني مشتركة، مع العلم أننا حنا باقيين مزوجين. إذن هي تقدمت بطلب حصولها على السلطة الأبوية الحصرية مستندة في ذلك على البعد الجغرافي كسبب، يعني من أجل منحها السلطة الأبوية الحصرية، مع العلم كذلك أن هذا البعد الجغرافي فهو خارج عن الإرادة ديالي، ماشي أنا اللي اختاريته، إنما تفرض عليا بسبب عدم رغبتها في التعاون معي في مسطرة التجمع العائلي، مما حال دون إمكانية العيش بالقرب من ابني.